الصدر، الظهر، الكتف، الرجل، باي وتراي. النهارده هنشرح لكم برنامج تدريبي على 4 ايام بيستهدف عضلات الجسم كلها. طبعا بتحاول تخلي فيه يومين راحه في الاسبوع عندك، بتخلي يوم في نص التمرين ويوم في اخر التمرين. زي ما انت شايف قدامك بنبدا من اول عضله الترابيز لحد السمانه عندك تحت. تمرين شرح مفصل جدا، تابع معايا لاخر الفيديو عشان تعرف ايه هو. طبعا وهنا ان انت مش مشترك حاول تشترك معانا وتضيف اللايك. هنخش على اول يوم الصدر مع الترايسبس، لان لما بيشتغل الترايسبس بيشتغل مع الصدر. اول تمرين معانا هنلعب تفتيح على الدكه مستوي، هنلعب 3 مجاميع في 12 عده. وبحاول احافظ على مستوى كويس زي ما انت شايف، بحاول اخلي كوعي لا متني قوي ولا مفرود قوي، بحاول اثبت زاويه كوعي وبنزل وبطلع. خلي بالك من الاصابات، حاول تشيل وزن متوسط. تاني زاويه معانا وهو التجميع فلات. طبعا هنا خليني اقول لك ملحوظه من ناحيه الاوزان، انت بعد ما بتسخن 5 دقايق او 10 دقايق احماء في اول من قبل ما تبدا التمرينه، طبعا بتخش الثلاث مجاميع بتوعك 3 في 12. بتشيل الثلاث مجاميع، بتشيل اتقل وزن عندك عشان توصل بالعضله لعمليه الفشل العضلي عشان تحصل على اعلى استفاده. خش على تالت تمرين معانا وهو زي ما بيقولوا كده تقفيل ضيق، تمام، بالدمبل. بيستهدف عضله الصدر الداخليه اللي هي زي ما بيقولوا فلقه البنش، تمام. بس دي بلعب 3 مجاميع في 12 عده، تمام. 3 مجاميع في 20 عده، تمام. لو انت مش مفعل زر الجرس حاول تفعله عشان يوصلك كل جديد. بننتقل هنا على الصدر العلوي، بلعب بار عالي، تمام. زي ما انت شايف بحاول اعمل مدى حركي كامل، 3 مجاميع في 12 عده برده، بخلي البار يلمس الجزء العلوي عندي من الصدر وبطلع تاني. ما بفردش كوعي للاخر، قبل ما كوعي يعمل لوك للمفصل بنزل تاني واعيد نفس الموضوع. طبعا زي ما انت شايف الوزن زي ما قلت لك، الثلاث مجاميع بتوعك بيبقوا اعلى حاجه. طبعا بعد ما تخلص خش على الترايسبس، هناخده شكلين بس عشان تحصل على اعلى استفاده كانك لعبت ترايسبس كامل. زي ما انت شايف بلعب 3 مجاميع في 20 عده عشان احنا بس هناخده شكلين من الترايسبس. وبنقل على تاني تمرين هو التمرين الكرسي، برضو بلعب 3 مجاميع في 20 عده. ندخل على اليوم التاني هيبقى ظهر وبايسبس. وهنا اول تمرين معانا في الظهر بنلعب سحب عالي، بس بخلي المسطره ورا ظهري مش بخليها قدام ظهري. طبعا بحاول اقفل بكوعي علشان اعصر على العضلات الصغيره اللي ورا زي ما بيقولوا لوح الظهر. بعد كده بنقل على تاني تمرين معانا برضو سحب عالي، بس بغير القبضه عشان القبضه دي بتركز على اللتس اللي هي المجانس، تمام. بقفل بكوعي وبطلع افرد، بعمل استرتش للعضله مدى حركي كامل وبنزل بقفل بكوعي يا شباب. لازم اقفل بكوعي عشان احس باللتس بتاعتي. وهنا بنتقل على تالت تمرين معانا في الظهر، تمام. بلعب بار، بلعب سحب بالبار، تمام. زي ما انت شايف اهو ظهري ثابت. لو ينفع عندك دكه قصيره شويه بتفتح رجلك وتاخد الدكه ما بين رجلك وتلعب زي ما انت شايف قدامك، تمام. بفرد على الاخر لحد ما البار يلمس الدكه وبطلع تاني. طبعا بننزل هنا على تمرين التي او البار الزاويه او الطلمبه، تمام. زي ما انت شايف برضو بجيب القبضه اللي هي بتاعت السحب الارضي وبحطها في البار وببدا ان انا بفرد للاخر وبرجع تاني اهو. برجع تاني برضو بحط نفس القبضة على السحب الأرضي، برضو بروح بعمل استرتش للعضلة وبسحب على سرتي من تحت يا شباب، وبقفل بكوي طبعا علشان ألعب صح وما اخليش عضلة تانية هي اللي تشتغل، واخلي العضلة اللي أنا عايزها هي اللي تشتغل، عضلة اللاتس، تمام. بعد كده بلعب تمرين المنشار، تمام، بالدمبل. زي ما انت شايف بتبقى رجلي قدام ورجلي ورا، يعني لو انا هلعب بايديا اليمين بتبقى رجلي الشمال هي اللي قدام ورجلي اليمين هي اللي ورا. بنتقل طبعا هنا احنا قلنا هنلعب بايسبس، فبلعب بس شكلين عشان اخد تمرين بايسبس كامله. بلعب على الكرسي الارتكاز وبعدها بنقل على المسطره، تمام. كل التمارين دي يا جماعه 3 في 12. بنقل على المسطره زي ما انت شايف على الواقف بعصر جامد. بعد كده نخشوا على تالت يوم معانا هنلعب كتف. اول تمرين معانا هو دمبل 90، تمام. بلعب 3 مجاميع في 12 عده وباخد دقيقه راحه ما بين مجموعه والتانيه. زي ما انت شايف بنزل للاخر وبطلع قبل ما كوعي يفرد بنزل تاني. تاني تمرين معانا وهو كتف امامي بالطاره، تمام. بنزل ما بخليش الطاره تلمس رجليا واطلع تاني لحد نظري قدام وبعد كده انزل تاني واعيد الموضوع عشان العب مدى الحركه، تمام، تمام. وبعد كده بنلعب كتف امامي على الكيبل كروس من تحت بالروب، تمام. بركب الروب من تحت وببدأ اشتغل بطلع لحد قدام لحد كتفي وبرجع تاني. وتالت تمرين معانا هو بار امامي، تمام. ممكن تلعبه حر وممكن تلعبه على البار السميث.
بنزل لتحت دقني وبطلع تاني برضو، ما بفردش كوعي للاخر يا شباب. ولو انت مش عامل سبسكرايب حاول تعمل سبسكرايب عشان نتابع القناه وتتابع كل جديد. التمرين معانا، التمرين اللي بعده تمرين الكتف الجانبي بالدمبل، تمام، رفرفه جانبي. طبعا بلعب 3 مجاميع في 12 عده او 15 عده، والوزن وسط طبعا. وبعد كده التمرين اللي بعده كتف جانبي برضو رفرفه جانبي بس على الكيبل كروس، تمام، دراع ودراع. بخلي الكيبل يبقى ورايا مش قدامي يا شباب، نركز في التركايه دي علشان في ناس كتير قوي بتغلط فيها. تمام، بحاول برضو بعمل نص عده تحت، وبعد كده بعمل مدى حركي كامل. وبعد كده بنتقل على الكتف الخلفي، بعمل الدكه كأني هلعب بنش عالي، وبنام عليها بوشي، وببدأ امسك البار واطلع اعصر بكوعي على الكتف الخلفي. وبعد كده ننتقل على الباتر فلاي كتف خلفي برضو، بلعب 3 مجاميع في 12 عدة او 15 عدة. وبعدها ممكن العب ترابيز. ننتقل على اليوم الرابع الرجل والسمانة. تمام، اول تمرين معانا بلعب طبعا الرجل، بلعب 4 في 12 او 4 في 15، لان الرجل بتحتاج عدات كتير واوزان كتير يا شباب، وتركيز واكل بقى ودنيا ايه، لان دي الرجل نص جسمك كله، 50% من جسمك كله بتلعبه في تمرينه واحده، لان 50% من جسمك التاني اللي هو النص اللي فوق لعبته على 3 ايام. هو ممكن كمان لو ممكن في البيت تلعب شويه بطن. اول تمرين معانا هنا بنلعب رجل امامي على الماشين 4 في 12 او 15، وبعد كده ننتقل على التمرين اللي بعده تمرين المكبس، تمام، علشان استهدف العضلات الداخليه للرجل زي الضمه او الكلام ده. واخد خلفيات برضو بتاعت الرجل، بخلي رجلي زي ما انت شايف، زي ما انا حاططها لك قدامك اهو، بخلي رجلي مفتوحه، تمام، واخده وضع 7 شويه، يعني مش 7 قوي، هي 7 شويه، بضم رجليا ناحيه بعض شويه وببعد مش رجليا بره شويه، وبنزل تمام، واحاول ما ارفعش الجلوس بتاعتي. هنا بنستهدف الرجل الامامي، بضم رجليا خالص زي ما انا موضح لك في الفيديو قدامك، تمام، وبنزل. اهم حاجه يا جماعه في تمرين المكبس ما برفعش الجلوتس بتاعتي. الجلوتس الناس اللي مش عارفه ايه هي الجلوتس اللي هي المقعده بتاعتي، ما برفعهاش وانا نازل من على الكرسي. اول ما خلاص بحس ان المدى وقف، يبقى هو ده المدى بتاعي الاخير، تمام. وبنلعب تمرين السكوات، تمرين قوي جدا غني عن التعريف، ما ينفعش تمرين رجلك تبقى ما فيهاش تمرين السكوات. بنلعب 3 مجاميع في 12 او ممكن تزود تلعب 4 مجاميع في 12. طبعا بنزل هنا ما بلعبش نص عده يا جماعه، لازم بتنزل عشان تحصل على الاستفاده وتلعب ببطء سلو موشن، تمام، واحده واحده، وبتنزل في النزله وواحده واحده في الطلعه. وبعد كده بنلعب على تمرين الهامسترنج الخلفيات، برضو بلعب 3 مجاميع في 12 او 4 مجاميع في 12 على حسب حالتك في التمرين. لو انت حاسس ان انت تقدر تجيب تاني هات 4 مجاميع في 12، لو مش حاسس يبقى 3 مجاميع في 12. طبعا كلكم لاحظتوا حاجه، ان احنا هنا ركزنا على الرجل الامامي ولعبنا هنلعب مثلا زاويه واحده رجل خلفي، تمام، او زاويتين يعني. بعد كده بننتقل، وبعد كده الاسبوع اللي بعده بتركز على الرجل الخلفي وبتشتغل على الرجل الامامي زاويه واحده برضو زي ما انت عملت في الاسبوع اللي قبله. وبعد كده بننتقل على السمانه على المكبس، بنام زي ما انت شايف. لو رجلي 7 فانا هنا بستهدف الجزء الداخلي للسمانه، لو رجلي 8 بستهدف الجزء الخارجي للسمانه، لو رجلي 11 بستهدف السمانه كلها، او لو رجلي 8 زي ما انا قايل لك اهو بستهدف أو الجزء الخارجي من السمانة. طبعا انت لازم تلعب ال3 اشكال في السمانة، بنلعب كل شكل 3 مجاميع في 20 عدة. ولو استفدت من البرنامج متنساش تعمل لايك وسبسكرايب ودعم القناة وتتابع كل جديد وتفعل زر الجرس عشان اول ما انزل حلقة تجيلك على طول. كان معاكم كابتن عمرو، السلام عليكم.